ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد، وهنعمل مع بعض بوت كده من الزرع. طبعا كلنا عارفين ان الزرع دلوقتي بقى بيدي شكل جميل كده عندنا في الريسبشن. فهوريكم بقى ازاي عملت 2 بوت زرع من غير ما يكلفوني اي فلوس كتيره. انا سألت بصراحه عليهم كده، كنت عاوزه اشتري يعني واحده ولقيت سعرها غالي قوي، فعملت فكره كده هوريها لكم بقى النهارده في الفيديو، وان شاء الله هتعجبكم قوي. وتعملوا كمان بيها كده كام بوت عندكم في البيت من بتوع الزرع دولت، تجددوا برضو كده شكل الريسبشن عندكم، وان شاء الله الفكرة النهاردة هتعجبكم قوي. إيه كمان بقى، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. وكمان عامله لكم النهارده مفاجأة حلوة قوي، هنعمل مع بعض الطابلوهات كده نجدد برضو عندنا في البيت. بجد طلع شكلهم حلو جدا، وطريقتهم كمان طريقة سهلة وبسيطة خالص هتعجبكم وهتجربوها. وكمان ممكن بقى تعملوا اي شكل خالص انتوا عاوزينه، يعني اي مثلا صورة كده عجباكوا على برنامج بنترست، بقى عليه دلوقتي صور كتير قوي، ممكن ان انتوا تنفذوها بقى بالحجم وبالشكل اللي انتوا عاوزينه. فيديو كده بسيط وان شاء الله هيعجبكم قوي. بس زي ما قلت لكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل النهاردة الافكار مع بعض ازاي. اول حاجه بقى كنت عاوزه اقول لكم ان انا رحت سالت كده على بوت الزرع. عايزه اقول لكم ان هو البوت مع الزرعه اللي هي بتبقى موجوده فيه طبعا، لقيته تقريبا في حدود 280 جنيه. فانا سالتها كده على الزرعه لوحدها من غير البوت، فقالت لي تكلفتها هيكون 150 جنيه. فانا بصراحه جبت زرعه واحده وقلت بقى ايه، انا اللي هبتكر كده واعمل البوت بقى ايه في البيت. فكان عندي اللي هو الكولمان اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو البلاستيك ده، طبعا انكسر على طول. اللي هي الحنفية بتاعته اللي بتبقى قدام ديت انكسرت مننا على طول، فكان مركون بقى مفيش حاجة ان انا استخدمها ليه. فعشان كده قلت ان انا هقطعه نصين وهستخدمه في الفكرة معاه. ده كده الزرعة اللي انا كنت جايباها هي، بس كان فيها مشكلة واحدة بصراحة اللي اتضايقت منها شوية، ان الورق بتاعها ما كانش كله اخضر اللي هو اللون الاخضر الفاتح، كان كلها يعتبر الاخضر اللي هو الغامق ده، وفي بس 4 ورقات هما اللي كانوا لونهم فاتح كده. انا كنت مفكرة بصراحة ان الزرعة كلها هيكون لونها من اللي هو الاخضر الفاتح ده. يعني انا لما فتحت الكيس كده هناك وانا بشتريها، كان اول ورقتين فيها من اللي هو اللون الاخضر الفاتح ده. فانا بصراحة قلت انا هعمل بيها بقى زرعتين، يعني هقسمها ان هي تبقى زرعة لونها اللي هو اللون الغامق، وبرضه الزرعة التانية تكون اللي هو اللون الفاتح. فانا بدأت ان انا اقطع كده اجزاء من اللي هي العصيان اللي هي موجودة فيها ديت، بحيث ان انا ايه اعملها بقى هي زرعة لوحدها، وخليت بقية العصيان كلها تبقى دي الزرعة الكبيرة. هتشوفوا برضو كده معايا في الفيديو، الفيديو هيكون موضح اكتر. بصوا بقى، اول حاجة بدأت ان انا استخدم اسمنت من اللي هو اللي لونه اسود ده، واستخدمت جبس من اللي هو لونه ابيض. جبس، ما استخدمتش اسمنت ابيض، استخدمت جبس ابيض، علشان ده يعني بيساعدنا شوية ان الزرعة تمسك معايا كويس، لان كنت استخدمت الاسمنت الابيض ما بيخليهاش تمسك برضو معايا كويس. فبدأت كده ان انا احطهم بقى في البوت اللي انا هعمله، وبدأت ان انا اقلبهم كده، وهبدأ بقى ان انا ازودهم برضو شوية مية، شوية صغيرين بشوية صغيرين كده، علشان برضو ايه ابدأ ان انا اعمل العجينة بقى اللي انا هبدأ اثبت فيها برضو الزرعة اللي هي موجودة معايا. هبدأ كده دلوقتي بقى ان انا احط شوية مية، وزي ما قلت لكم بحط شوية بشوية كده علشان برضو ما تجيش معايا سايلة قوي، وبرضو ما تجيش ماسكة قوي. فهبدأ ان انا احط شوية صغيرين كده بشوية صغيرين، علشان برضو القوام بتاعها يكون معايا كويس. عاوزة اقول لكم ان البوت اللي هو معايا ده كان فيه طبعا خرم صغير كده مكان الحنفية اللي هي كانت موجودة فيه، فبدأت ان انا الزق عليه لزقة كده علشان برضو ما يوقعش مني الاسمنت وكده. كده خلاص بعد ما كنت خلطته وظبطت كده القوام بتاعه يعتبر كان كويس. هبدأ بقى بعد كده كمان ان انا اجيب الزرعة بقى اللي هي موجودة معايا، والجزء بقى اللي هو بتاعها من تحت ده هبدأ ان انا اثبته كويس قوي في الاسمنت. وعاوزة اقول لكم انا مسكتها بس شوية صغيرين كده لحد ما بدأ الاسمنت برضو ينشف. ده كده الورد بقى اللي هو التاني اللي موجود معايا، عملته زي باقة ورد كده، وربطته برضو من الجزء اللي هو موجود معايا من تحت ده. قلت علشان برضو ايه يعني الولاد ما يوقعوهاش وكده، يبقوا كلهم ثابتين مع بعض. كمان جبت العلبة اللي هي الصفيح بتاعة السمنة ديت، كانت موجودة عندي بصراحة. يعني قلت استخدمها بقى في الفكرة ديت، وطولها كمان معايا كان كويس، حاسة انها هتدي شكل كويس اوي. استخدمت بقى الكوستر اللي هو الابيض ده كوستر كده كان موجود عندي من اللي هم بتوع المطبخ، فقلت شكله بصراحة حلو قوي مع الزرعة اللي هي اللون الاخضر وكده، هيبقى شكلهم بصراحة حلو مع بعض. فحبيت ان انا الزقه كده عليهم. وكمان البوت التاني اللي هو بتاع الزرعة الكبيرة، حطيت عليه برضو نفس الشكل، بس ما جبتش الجزء ده معاكم، انا وريتكم
الجزء بس بتاع العلبة اللي هي الصفيح دي، علشان برضو تعرفوا انا استخدمت ايه. هو ده كوستر عادي خالص من اللي هو بتاع المطبخ، وبدأت كده ان انا اثبتها فيه. انا غسلتها والله كويس، الجزء بس اللي جوه ده هو زي ما يكون صدى كده، يعني مرضاش يطلع بصراحة معايا، بس انا نضفتها وغسلتها كويس. بس الاجزاء ديت بقى هي اللي بقت معايا، ما بقتش بصراحة عارفة ان انا اطلع. بدأت كده ان انا الزقها، والجزء الاخير بقى اللي باقي معايا ده برضو هلزق فيه جزء كده من الكوستر اللي هو الابيض ده. وبدأت بقى ان انا اثبت كده فيها الزرعة. بقى دلوقتي معايا زرعتين شكلهم حلو قوي من زرعة واحدة، وما كلفتناش يعتبر غير هي ال150 جنيه اللي احنا اشترينا بيها. عملنا بيها اتنين اهوت، وزينا برضو بيها البيت كده وجددنا عندنا. يا رب تكون اول فكرة عجبتكم. تاني فكرة بقى معايا النهاردة، هنعمل مع بعض تابلوهات كده بطريقة بسيطة وطريقة سهلة خالص. عايزة اقول لكم بقى ان طبعا البرنامج اللي هو بنترست ده عليه بصراحة صور جميلة جدا. الواحد بصراحة ما بيبقاش عارف يطبع ايه ولا ايه، بس انا بصراحة عجبني الصورتين دولت، يعني ايه اكتر صور كده حسيت ان شكلهم حلو، والالوان برضو بتاعتهم حلوة قوي، فحبيت ان انا اطبعهم وابدأ ان انا اعمل بيهم كده تابلوهات. وان شاء الله هعمل برضو تابلوهات تانية، انا عرفت الطريقة اهوت. فان شاء الله هنعمل مع بعض بقى تابلوهات جديده كده برضو نجدد بيها البيت عندنا. بصوا، اول حاجه انا طبعت الصور ديت في استوديو. انا رحت للاستوديو قلت له لو سمحت عاوزه اطبع الصور ديت صور عاديه خالص، كاننا بنطبع صور اللي هي صورنا العاديه دي. فبصراحه الجوده بتاعتها طلعت تحفه جدا. وكمان اهم حاجه هو قال لي هي عليها طبقه كده، يعني لو جه عليها اي تراب او جه عليها اي حاجه ممكن سهل خالص ان انت تمسحيها او ان انت تنضفيها كويس، مش هتشيل يعني معاكي تراب او كده. يعني بصراحة الجودة بتاعة الورقة حلوة جدا، انا مبسوطة بيها جدا وراضية عنها قوي. وان شاء الله هطبع برضو عنده صور كتير بقى الفترة الجاية. ده كده اول حاجة طبعت بيها الصور. كمان بعد كده استخدمت اللي هو الورق المقوى، اللي انتوا زي ايه زي النتيجة كده، لو عندكم مثلا ورقة نتيجة او حاجة ممكن ان انتوا تستخدموا. وبدأت ان انا اقصها كده على قد الصورة اللي هي موجودة معايا. انا كده طبعا صورتين، فقصيت برضو جزئين كده من الورق المقوى علشان اعمل بقى الطبلوهين كده يبقوا معايا شكلهم حلو. تالت حاجة بقى استخدمت الغرق، وطبعا ممكن تستخدموا اي نوع لزق موجود عندكم، حتى لو شمع مثلا او لزق عادي كده بسيط. انا كان موجود عندي بصراحة الغيرة، وقلت برضو علشان تبقى ثابتة معايا كويس الصورة حطيتها على الورق المقوى كده بالاسفنجة. طبعا حطيت الاسفنجة في المشبك كده، وبدأت ان انا اوزع الغيرة على الورق المقوى اللي هو موجود معايا، وبدأت بقى الزق عليها الصورة. وبرضو بدأت ان انا امشي بيها كده بايدي، علشان لو فيها برضو اي فراغات او فيها اي هوا ولا حاجة يبدأ ان هو يطلع معايا. يعني طريقة سهلة خالص وطريقة بسيطة، وفي الاخر بجد طلع شكلها حلو جدا. وكان بس في جزء زيادة كده من ورق المقوى بعد ما لزقت الصورة، فبدأت ان انا اقصه. يعني اي زيادة برضو هتطلع معايا في اي جنب هبدأ كده ان انا اقصها، علشان برضو يبقى شكل الطابلو معايا كويس. انا مش هعمل فيه اي حاجة بعد كده، لان بصراحة كان شكله حلو من غير اي حاجة. يعني هوريكم برضو شكله كده، تحس ان هو زي الطابلوهات والله الجاهزة. هي بس بيبقى فيها فريم مثلا او كده، بس والله برضو انا شفت طابلوهات بنفس الطريقة دي كده بالظبط، وسعرها برضو بيبقى غالي قوي. فعلشان كده فكرت ان انا اعملهم واجدد برضو بيهم كده. كده خلاص كان شكلهم خلص معايا. هبدأ ان انا احط عليهم لزق دبل كده من ورا، وهبدأ بقى ان انا اعلقهم. وان شاء الله لما اعلقهم برضو عندي هوريكم كده شكلهم. بجد طلع شكلهم حلو قوي، وانا متأكدة ان انتوا هتجربوا الفكرة دي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. فكرتين كده سهلين جددوا بيها البيت عندكم. بوت الوردة ده بصراحة بقى في البيت كده بيبقى شكله حلو قوي، وبيدي برضو منظر جميل قوي. وكمان الطبلوهات اللي احنا عملناها دي طريقتها سهلة وبسيطة. وطبعا ممكن تطبعوا اي صورة بقى انتوا عاوزين. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم.